لكم ايه؟ اللي هيلمس حاجه في المتحف ده هيزي والنوت باص. دي اندرستاند يلا شت. هي الست دي بتصوت على طول كده؟ يا ابني وطي صوتك، خلي اليوم يعدي على خير. زي ما انتم شايفين المتحف ده بتاع الفنان زربيح قعد سرحان مع نفسه كده، طلع لنا اشكال الزباله دي وقال ايه دي اشكال الفضائيين الالينز يعني. فضائيين يا مسبتشي. وساكنين فين بقى الفضائيين دول؟ مامي قالت لي مفيش فضائيين. لا على فكرة في فضائيين، وزربيح قال كذا مرة كده بس الناس ما صدقتوش، ولما جاب لهم حاجات بتاعتهم أصلا قالوا إن هو اللي عاملهم. طب لو في فضائيين فعلا ليه ما نزلوش كل ده؟ مش عارفة. انت يا أسامة ستوب توكن اند ليسن. اسمع يا انت وهو، دي اخر اعمال الفنان زربيح قبل ما يموت محروق الله يحرقه. وايه ده بقى يا مس؟ ده بقى تخيلوا الزربيحي للمركبه الفضائيه. نو كريتيفيتي هتقول. مركبة ايه بس؟ هو الفضائيين بيجوا من البحر. اسكت شوية بقى. روفا ايه؟ ما تخش جوه كده خد لك صورتين. لا يا عم، مس امل قالت محدش يلمس حاجة. يا عم وانت شايف ان دي حاجه؟ دي سفينه يا عبيط. تصدق عندك حق. تمام قوي كده. ايه ده بقى؟ الباب اتقفل ليه؟ اكيد في زرار يفتح الباب من جوه. اللي هنا زراير كتير، اما اجرب ده. طب ده لا برضه. طب ده يبقى ده بقى. طب لو نسنا بقى ده وده 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 وده. ما هذا؟ يوجد إشارات من الكوكب الأخضر. الكوكب الأخضر؟ كيف أن يكون عليه حياة وهو مليء بالغازات؟ حسناً، نستطيع أن نتجاهل الأمر كأنما لم يحدث شيئاً. يجب علينا أن نذهب إلى هناك، قد نجد ما كنا نبحث عنه. حسناً سيدي. انا ما فهمتش اي حاجه من اللي حصل امبارح في المتحف. ما فهمتش ايه؟ هو احنا امبارح يعني كنا في الفضاء ولا دي اشتغاله ولا ايه؟ بقول لكم ايه، مفيش حاجه اسمها فضائيين، كل ده هلس. لا في. لا مفيش. لا بقى في. ايه يا داليا، انت فاكره نفسك زربيح ولا ايه؟ على جميع طلاب مغادره المدرسه الان، وذلك لاقتراب جسم غريب من السماء واحتمال حدوث غزو فضائي على المدينه. اجري يلا. جسم وغريب وغزو على المدينة يا مسبتي. هنعمل ايه؟ هنروح. ماما مفيش أكل. اكل ايه بس يا ماما؟ انت ما شفتش حوار الفضائيين ده ولا ايه؟ قلتلك 100 مرة ما توجعش دماغي بالكرتون التافه اللي انت بتتفرج عليه ده. كرتون ايه بس؟ ده بحقه حقيقي. انت تشتغلنا يالا؟ والله ما بشتغلكم، في المدرسه مشونا بدري عشان كده. انت كتيت من المدرسه وجاي تركب علينا اي حوار؟ انت عمرك ما هتبقى اسرع مني. مع كائن فضائي وانه ظهر على كوكب المريخ قبل ان تقوم القيامه على هذا الكوكب اللي هو كوكب المريخ، وعنده بعض المفاجآت وبعض الكلام عن وكاله ناسا للفضاء. المريخ اساسا يطلق عليه الكوكب الارضي، يطلق عليه كوكب ارضي ابسس بلانكس، لانه اكتر كوكب مشابه للارض. بالظبط كده، لان اساسا المريخ، المفاجاه بقى، المريخ والزهره والارض تحديدا كانوا كوكب واحد، اصطدموا في منذ ملايين السنين بكوكب اسمه تيماوس. تيماوس ده كان احد اقمار كوكب نيبيو اللي هو الكوكب ال11 اللي متواجد عليه الانوناكي اللي هم شبيه البشر واللي متواجدين قبل البشر. هي بقى دي المفاجاه ان هم دول القادمون، ولنا اجريت حوار مع احد العلماء منهم، لان هم يطلق عليهم علماء متقدمين عنا بملايين السنين. هذه هي الحقيقة. الله، ده الموضوع شكله بجد يا ام ادم. عشان تبقوا تصدقوني لم كل القوطه اللي عندك ويلا ننزل نستخبى تحت. طب والجبنه؟ امشي يالا مفيش جبنة. معلش يا طنط، احنا جينا اول ما سمعنا الخبر عشان ما عندناش مكان نروح فيه. تشرفوا يا حبيبي، اتفضلوا اهلا بيكوا. يلا مفيش وقت، يلا كلنا ننزل تحت وانا هكلم الناس اقول لها تيجي وتجيب الاكل معاها. هو ابوك على طول كده همه على بطنه؟ مش عارف يا عم، محسس ان هو عامل ديش بارتي. اعتقد ان كلنا موجودين هنا دلوقتي،
وانا شايف ان احنا محتاجين رئيس يقودنا في المرحلة الصعبة دي. مين شايف نفسه يصلح للمهمة الصعبة دي؟ انا انسب واحد لموضوع الرئاسة دي عشان انا واحد منكم. ايوه يعني هتقدم لنا ايه؟ ما هو كلنا مننا. ولا هيثم، ابوك قال لمامي قبل ما يقول الكلمتين دول؟ ما اعرفش وما سألتش مامي. احنا بنصيبها اتجمعوا المرحلة دي في حياتنا، عايزة واحد فجر وقادر. ايه القرف ده؟ هو الراجل ده بقى مش ناوي يرحمنا لا في المدرسة ولا حتى في هجوم الفضاء يا اختي. أنا يا أبو آدم عشان أحكمكوا وأقفلكوا على الباب بتاع المخبأ. ايه الهري ده؟ انا شايف ان انا الشخص الوحيد المناسب للمهمة دي. ليه بقى؟ علشان انا صاحب المكان. على العموم احنا هنعمل انتخابات، واللي هيكسب هو اللي هيبقى رئيس، وانا اللي هشرف عليها بنفسي علشان اضمن نزاهتها. النتيجة كالآتي: عم رجب الشهير بعم رجب 0.5%، كمال الشهير بابو هيثم 1.2%، شكرا. مستر ممدوح الشهير بدوحة 4%، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا الشهير بابو آدم 99.9%. مبروك ليا يا أولاد. ازاي بقى؟ ده كده المجموع اكتر من 100% اصلا. إيه الكفتة دي؟ أول قرار رئاسي، كله يجيب أي حاجة يدافع بيها عن نفسه، عشان أول ما يحصل هجوم هندافع عن نفسنا. بابا هو ايه الباب المكتوب عليه ممنوع الدخول ده؟ انت يا ابني على طول كده ما بتفهمش؟ باب مكتوب عليه خطر ممنوع الاقتراب، هيكون في ايه يعني؟ جريندايزر؟ يبقى اكيد ما تخشوش، معايل متخلف صحيح. على فكرة بقى مش لازم الفضائيين يبقوا اشرار. لا يا داليا لا، على فكرة الفضائيين شخصياتهم في جميع الأفلام معظمها بيبقى الشرير. بقولك ايه يا ادم؟ ارغي. انا شايف ان ده انسب وقت تقول فيه لسلمى. اقول لها ان احنا متحاصرين؟ يا ابني انت مفيش منك امل، ما تروح تقول لها انك بتحبها. يا عم ده الفضائيين نزلوا الارض، انت لسه مش عايز تروح تقول لسلمى انك بتحبها؟ دي علامة يا ادم، علامة. انت شايف كده؟ ايوه يا عم، شايف كده وشايف كده وشايف كده. ماشي. سلمى. أيوة يا آدم. سلمى. أيوة يا ابني. انا عايز اقولك على حاجة. ما تقول. شفت الفضائيين؟ يا ساتر استر يا رب. بس يا جماعة محدش يطلع اي صوت. نحن نعلم انكم بالداخل. يا لهوي، عرفتوا ازاي ان احنا جوه؟ يا بنتي ما عرفوش ولا حاجة، ده هم بيقولوا اي كلام. لا، نحن لا نتكلم اي كلام. يا نهار اسود. افتحوا الباب بلطف والا فتحناه نحن بالعنف. على فكرة يلا انت مش فضائي، انتوا بتضحكوا علينا. ايه القرف ده؟ صحيح، الفضائيين في كل الافلام اللي شفتها بيتكلموا انجليزي. هذا هراء، كل الفضائيون يتكلمون اللغة العربية الفصحى، أليس كذلك صديقي زونفول؟ نعم سيدي، نتحدثها بطلاقة. لغة عربية؟ عربية ازاي يعني؟ انتوا ما شفتوش فيلم الرجالة بالبدلة السودا ولا ايه؟ أمامكم 5 دقائق، وإن لم تفتحوا الباب فجرناه. لا، انت فاكرنا هنخاف من حتة واحد فضائي؟ ده انتوا بقى اللي قدامكم 10 دقايق، لو ما مشيتوش هنقطعكم. عجبتك يا دوحة؟ حتة فانتام دي. طول عمرك عجبنا عبد. 4. بقول لكم ايه، تعالوا نستخبى. هنستخبى فين؟ بقولك ايه، تعال نشوف الأوضة المقفولة دي. 3. لا، انا مش هستنى لما تخلصوا عد، كله يجهز اللي في ايده. هجوم! اجري يالا! يا نهار ابيض، دول اتشحوروا. احنا لازم نعمل حاجة، لازم ننقذهم. وطي صوتك لا يسمعونا. هو مفيش نور هنا؟ اكيد فيه، دوروا بس. ايه ده؟ استنوا كده، انا شكلي كده لقيت النور.